استقر بعد ذلك بجمهورية مصر العربية كلاجئ سياسي بعد ما قررت فرنسا نقله إلى فرنسا، لكن أثناء مرور الباخرة ببورسعيد استطاع أنه يطلب طلب اللجوء آنذاك عند المملكة المصرية، والشيء اللي خلاه أنه يبقى كلاجئ سياسي هنا. وهنا بدأ العمل السياسي في مصر. فبعد نفي القوات الفرنسية الخطابي وعائلته إلى جزيرة فرنسية، وبعد أكثر من 20 عام في المنفى، قرروا نقله إلى فرنسا. وأثناء مرور الباخرة ببورسعيد بمصر طلب حق اللجوء السياسي من الملك فاروق ملك مصر آنذاك، واستجاب الملك فورا إلى طلبه، وقد ظل مقيم بمصر حتى وفاته. وقد لجأ معه في مصر عمه الأمير عبد السلام الخطابي، وشقيقه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وزوجاتهم وأولادهم. وبعد الاستقرار في مصر ترأس الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي لجنة تحرير المغرب العربي بتاريخ 5 يناير عام 1948، اللي هدفت إلى العمل على استقلال دول المغرب العربي.